وقال لك هقدم 10 اضعاف الاداء، وهم مش مستعدين للي جاي بقى وكده، ودي كانت النتيجه. اما ده بعد ما كان اسطوره في مركزه بيحتفل بكل فوز كانه بطوله، بقى محدش فاهم له مستوى ونزل شتيمه في اللي يقابله. اما ده فمفيش امل. وبالنسبه للصفقات الجديده ما شفتش حد جاب نص مستوى الاسطوره ده. الحقيقه بتقول ان ريال انشيلوتي ما اتغيرش، تشابي الونسو مش هو المنقذ اللي كنا مستنيينه يجي يغير لنا كل حاجه، لان الموضوع اعمق من كده بكتير. الريال مازال بيعاني من نفس المشاكل، وعشان نفهم لازم نوصل الخيوط كلها ببعضها يا كينج. انا كريموفيتش من نمبر 10 ومتحمس فشخ اخرج كل غضبي من الفريق ده. يلا نبدأ. مبدئيا كده سنة 2025 ممكن نعتبرها للنسيان في تاريخ الريال، سنة بلا ألقاب بلا روح بلا أي حاجة. فلو شفنا نتائج الماتشات الأخيرة هنتصدم إن الريال في شهر نوفمبر لعب 6 ماتشات كسب منهم 2 بس، وفي شهر ديسمبر لعب 6 ماتشات كسب 4 وخسر 2، واللي كان منهم ماتش السيتي. ولو أنت فاكر إن الفريق حالته رايحة في داهية في آخر شهرين بس يبقى أنت غلطان. تعالى يا زميلي شوف الإحصائيات السنة دي. الريال لعب 77 ماتش استقبل فيهم 91 جول، منهم ماتشات حاسمه خسر فيها الريال بسكور. يعني مش حابب انكد عليك وافكرك بال5-2 ضد الاتليتي، زيهم قدام برشلونه، 4-0 ضد باريس في كاس العالم للانديه، وغيرهم ماتشات كتير مش عايزين نتكلم فيها. طب ايه اللي وصل النادي للمستوى الحقير ده؟ ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. تعال نتكلم في النقطة الأولى. أول واحد بيحاسب على المشاريب دايما في أي نادي هو المدرب، واللي شال الليلة في البداية كان كارلو. دفع ثمن الهزيمة في الكلاسيكو والفشخ اللي اتفشخناه من برشلونة، ودفع ثمن خروج الريال من كل البطولات. وطبعا بيريز برأ نفسه قدام الجمهور، قال لكم أنا أعمل إيه تاني؟ في الصيف عملت صفقات بحوالي 165 مليون يورو، وجاب صفقات زي هويسن ب 62 مليون يورو، ألفارو كاريراس ب 50 مليون يورو، ماستانتونو ب 45 مليون، وارنولد ب 10 مليون. بتذكر في اوروبا يعلي عليا. وطبعا صفقه المدرب الجديد تشابي الونسو. التوقعات كانت عاليه جدا من اللي تشابي الونسو عمله مع ليفركوزن، بس انا كنت متاكد مليون في الميه ان ده مستحيل يحصل مع ريال مدريد من يوم وليله، ولا من موسم ولا من موسمين، وده بالفعل اللي حصل. ممكن في اول كام ماتش لتشابي الونسو في كاس العالم للانديه شفنا كذا فكره من افكاره، لكن لما بدا الموسم الحقيقي شفنا ريال انشيلوتي هو باختلاف شويه حاجات بسيطه جدا. الفرق هو المشاكل اللي موجوده في الملعب زي ما هي، اداء اللعيبه والمشاكل في اوضه اللبس لسه مكمله، والدلع اللي انشيلوتي ربى اللعيبه الجديده عليه كله طلع على عين الونسو. طبعا الكل فاكر فتره الجالاكتيكوس للريال اللي كانت المفروض تبقى الفتره الاعظم للنادي، لكن اللي حصل كان العكس، وبرضه بسبب الايجو. النجوم اللي كانت موجوده، مين هيلعب اساسي، مين هينزل، مين هيعمل، مين هيطلع، حوارات كتير ما بتخلصش. واللي بيحصل حاليا ما يختلفش كتير، واللي المفروض يفضل جوه اوضه اللبس خرج براها يا معلم، وبقى حديث القنوات والبرامج الاوروبيه. وده ظهر في تصريح النجم الكبير فابريجاس اللي بيدرب حاليا فريق كومبو الايطالي، واللي قال كدعم لالونسو جميعهم لاعبون مميزون، الجميع يستحق اللعب، وكلهم كلفوا 50 مليون يورو او اكثر، وكلهم دوليون مع منتخباتهم. اداره هذا الوضع على الارجح هي اصعب شيء على الاطلاق. فكده كله بيقول لك ان الونسو عنده مهمتين: مهمه مدرب الكوره اللي لازم يدرب فريقه ويتابع تكتيكات الفريق المنافسه والنتائج، ومهمه تانية جوه اوضه اللبس تقدر تقول عليه كده بيبي سيتر، يدادي في ده، يتحكم في ده، يدير شخصيه ده. وكالعاده بيريز والنادي بيخلوا مسؤوليتهم من اي حاجه، وطلعوا وقالوا انهم منحوا الونسو الضوء الاخضر بعد الخروج من كاس العالم للانديه. وصحيفه الماركا قالت وقتها ان اداره النادي منحته كل الصلاحيات في اقاله او استبدال من يراه غير مناسب للمشروع مهما كان اسم اللعيب. طبعا الكلام ده يسري على الجميع الا الاسطوره. الراجل ده الوحيد اللي مغطي كل مشاكل الفريق في عز كل حاجه ما بتنهار. عمل رقم اسطوري 59 هدف مع الريال في سنه واحده، يعني كيليان فوق مستوى التقييم. ولحد ما عم الونسو يحل مشاكله ويشوف عم فينيسيوس مين زعله، تعالوا نروح للمشكله الثالثه اللي مكمله معانا من ايام انشيلوتي، واللي هي المراكز اللي ملهاش بديله ملك. في شهر مايو ما كانش بس جمهور الريال بيودع انشيلوتي، ده كانوا بيودعوا اللي اهم منه، لوكا مودريتش. يا رجاله تحبه ما تحبه، تشجع ما تشجع، لكنه كان واحد من عواميد الفريق. الله
والجيل العظيم اللي لسه فاكرينه لحد النهارده. وعشان المصائب لا تأتي فرادى، فكان معاه اعتزال توني كروس. غياب كروس ومودريتش مأثر في تشكيلة الريال لحد يومنا ده، وبرغم كل الأسامي والصفقات الجديدة اللي اتكلمنا عنها واللي قدرت تمشي الدنيا شوية وتخلي الريال متصدر بعض الجولات لحد ما يخسر الصدارة في الجولة ال 14. عندك بقى تعادل مع جيرونا، هزيمة الليفر في الأبطال، ماتشات كتير كشفوا مدى المشاكل اللي في الفريق. وبغياب لعيبة مؤثرة ومحبوبة زي لوكا مودريتش وكروس، بدأ الكل يهلفت في ألونسو ويبان ضعفه في السيطرة زي صاحبه أنشيلوتي. يعني ألونسو ما حلش المشكلة لحد دلوقتي. وطبعا الكل فاكر التبديل الكارثي لفينيسيوس في الكلاسيكو وانفعاله الأوفر وهو خارج. خلينا أقول رأيي الخاص إن في ناس هتتفق معاه وفي ناس لا. ألونسو مدرب كرة عالمي، لكن شخصية ألونسو مش بالقوة اللي تخليه يدير فريق زي ريال مدريد. ولو هنبص على التاريخ هنشوف إن المدربين صحاب الشخصية القوية هم اللي عملوا مجد لريال مدريد، مش المدربين الأمهر تكتيكيا. عندك مورينيو، زيدان، أنشيلوتي، محدش فيهم عبقري تكتيكات، محدش فيهم بيعمل حاجات في الكرة محدش شافها قبل كده، لكن العامل المشترك بين التلاتة إن شخصيتهم حرفيا تجري كتيبة. وده اللي فريق ريال مدريد دايما محتاجه، طبعا بجانب المهارة التكتيكية، لكن جانب الشخصية لازم يتغلب دايما على الجانب التكتيكي وكل الكلام بتاع الكورة ده مجرد رأي، تتفق تختلف مش مشكلة. نرجع ونقول بعد الموقف بتاع فينيسيوس في الكلاسيكو بان التضارب في المصالح لما ألونسو معرفش يعاقب فينيسيوس. طلع في المؤتمر يقول لك حكمت العقل والواد ما كانش في وعيه والشنكار كان تعبه وكلمتين يستر بيهم نفسه. طبعا عندك الإصابات والغيابات زي ما قلنا، ميليتاو، ميندي، كارفاخال أو لعيبة مستواها تراجع السنة دي زي رودريجو وبيلينجهام. ممكن كتير منكم ما يعرفش إن مودريتش كان عايز يكمل ويعتزل في الملكي وألونسو نفسه كان عايزه يستمر، لكن زي ما قلت لك هو مش مسيطر، معرفش يخلي الإدارة تمدد لمودريتش. وبالنسبة للعيبة نروح للمشكلة الرابعة وهي اللعيبة اللي بالحالات. فاكر يا صاحبي إسكو اللي لو موده حلو يديك أجمل كرة شفتها في حياتك، ولو موده مش تمام يطلع ميتين أبونا. وبصراحة مش هبقى قاسي على كل اللعيبة، ففي ناس عاملة اللي عليها وزيادة، زي ما مدحت في مبابي اللي عامل موسم تهديفي أسطوري، لازم نشيد برضه بكورتوا الحارس العملاق واللي إن شاء الله مش هيسد قدام مصر في كأس العالم. بس خلينا في مستواه السنة دي، غير إنه ترشح لجائزة ذا بيست، الراجل أول الموسم لعب 23 ماتش خرج ب 10 كلين شيت، ورغم انه استقبل اهداف كتير نسبيا حوالي 20 جول، بس ده يرجع ان خط الدفاع اللي قدامه في ذمة الله، انطوني روديجر، ديفيد ألابا، وطبعا ملك المزاج والاصابات مندي. الونسو عايز يمشي الثلاثي ده رغم ان عقد بعض اللعيبه منهم مكمل ل 2028، كمان كامافينجا وابراهيم دياز وفالفيردي، الراجل اللي مستواه رايح بسبب الاجهاد من السنين اللي فاتت. الراجل ما كانش بيريح يا جماعه، خد له 3 مواسم ورا بعض بيلعب كل ماتش طول الدقايق حرفيا. دلوقتي فالفيردي ما بقاش قادر يجري 10 دقايق على بعض. وطبعا نروح للفاينل بوس، الفاينل بوس فينيسيوس جونيور، الراجل اللي لا بيلعب، عايز فلوس زياده، صيام تهديفي ل 13 ماتش قبل ماتش الكاس، مين قائد المشروع انا ولا مبابي؟ مشاكل دايما مع الجمهور، حاجه في منتهى العبث، اقسم بالله منتهى العبث. اللي انا متاكد منه ان ميركاتو الصيف اللي جاي هيحصل فيه تغيير كبير جدا في النادي، في لعيبه توكسيك هتخرج مسممه اوضه اللبس ومسممه الفريق، وفي لعيبه تانية ملهاش اي لازمه في الوجود، ده اللي انا متاكد انه هيحصل. دي بالنسبه لها كينج مشاكل الفريق في الوقت الحالي. التحدي الاكبر دلوقتي لالونسو انه ما يكررش اخطاء انشيلوتي، ويحاول يفرض سيطرته على اوضه اللبس قبل الملعب، ويحاول يفرض سيطرته على بيريز رغم ان ده مستحيل يحصل. فبس كده، ده كان فيديو النهارده. اكتب لي في الكومنتات انت متوقع يحصل ايه الموسم ده، اما نشوف اخرتها مع ريال تبريد. واشوفك يا كينج في الفيديو اللي جاي.